عدي الدباغ لاعب الدوري البرتغالي، لاعب مميز جدا، دي مهاراته، اللاعب يمتاز بسرعات ولا اروع من كده، عنده سرعات رهيبه، وحضراتكم شفتوا اكيد اللقطه بتاعه السرعات اللي هو اخذ الكره وكل واحد والتاني وجري بالكره على طول على المرمى. الراجل ده بيمتاز باكتر من حاجه، المهاجم ده هنتكلم في كل تفاصيله. مش بس كده، هنتكلم عن الخناقه اللي حصلت ما بين عبد الله السعيد وهاني سعيد في نادي بيراميدز، وايه الازمه بالظبط اللي بيمر بيها عبد الله السعيد مع الفريق السماوي نادي بيراميدز. هنتكلم عن اسامه جلال وانتقاله الى الاهلي وانتقاله الى الزمالك، هيروح الاهلي ولا يروح الزمالك لاعب نادي بيراميدز. مش بس كده، هنتكلم عن نجم النادي الاهلي ورحيله عن النادي الاهلي. كل التفاصيل دي هنقولها في الحلقه بتاعه النهارده. وقبل اي تفاصيل طبعا، لو انت مش مشترك في القناه، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وكمان تعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل للناس، وتفعيل زر الجرس يا جماعه عشان يجي لك اشعار بالجديد دايما على قناتي ملعب القاضي، اللي دايما بيبذل قصارى جهدي علشان اجيب لكم اهم وابرز الاخبار اللي تخص كره القدم، وبالتحديد كره القدم المصريه. ويلا بينا سريعا كده نروح نشوف مين عدي الدباغ، اللاعب الفلسطيني لاعب الدوري البرتغالي صاحب ال 24 سنه. لاعب مميز جدا يا جماعه على رادار النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان عامل بلان كده معينه او عامل خطه هيحدد فيها لاعب مصري اجنبي، لاعب عربي اجنبي، مش شرط مصري. وبالتالي النادي الاهلي بيقرر دلوقتي او بيفاضل ما بين اكتر من لاعب او اتنين، وهتلاقوا طبعا مصطفى زيدان على قناتي برضو لاعب فلسطيني ايضا من ضمن الاسماء اللي بيدرسها فعلا مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي. هتلاقوا طبعا الفيديو تحت، هتلاقوا الفيديو على قناتي، تقدروا تدخلوا على قناه دلوقتي وتسمعوا وتشوفوا مهارات واهداف مصطفى زيدان المرشح بقوه ايضا للنادي الاهلي. وهنا دلوقتي هنتكلم عن عدي الدباغ اللاعب الفلسطيني ايضا المحترف في الدوري البرتغالي. طبعا مصطفى زيدان كان محترف في الدوري السويدي، وده محترف في الدوري البرتغالي. اللاعب ده عنده 24 سنه، ومصطفى زيدان ايضا عنده 24 سنه، مولودين هما الاثنين في سنه 1998. اللاعب ده يا جماعه في مسيرته كلها اللي هو طبعا عدي الدباغ احرز 83 هدف، عنده 24 سنه واحرز 83 هدف في مسيرته، فدي تعتبر حاجه مش بطاله، حاجه مش وحشه، تكون حاجه كويسه وممكن كمان نشيد بيها. دلوقتي اللاعب ده النادي الاهلي بيدرس اللاعب، بيدرس اللاعب، مسؤولو النادي الاهلي بيدرسوا اللاعب وبيشوفوا فيديوهات اللاعب وبيشوفوا مهارات اللاعب. اللاعب زي ما قلت لكم بيلعب في مركز المهاجم، لاعب مميز جدا، عنده سرعات، وده طبعا اللي محتاجه النادي الاهلي، عنده امكانيه ان هو ممكن ياخد الكره ويجري بيها، وبيقول لك لو راجل جبني في الملعب، لانه بالفعل عنده سرعات بتتخطى المعتاد، تكاد تكون انها تتخطى المعتاد. مش عايز ابالغ قوي في كلامه، ولكن هو فعلا حد مميز جدا، حد بيعرف يشوط من خارج المنطقه وبيجيب اهداف، حد بيعرف يجيب اهداف بدماغه، حد يعني بيعرف يتحرك كويس داخل المستطيل الاخضر. وبالتالي هو ده اللي مخلي مارسيل كولر متمسك جدا بانه يدرس اللعيبه دي، في لاعب او اثنين او ثلاثه عرب زي ما قلت لكم، وبالتحديد ممكن يكونوا فلسطينيين كمان. مش بس كده، في لعيبه كمان مصريه، عايز يجيب لاعب مصري الجنسيه محترف في الخارج، وده اللي شغال عليه مارسيل كولر واداره النادي الاهلي. ده اللاعب ده هتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، واكتبوا لي رايكم في التعليقات وقولوا اللاعب ده فعلا يستحق انه يكون احد لاعبي النادي الاهلي ولا لا. وتعالوا سريعا نروح نشوف عبد الله السعيد وهاني سعيد. عبد الله السعيد في مباراه المقاولون وبيراميدز، طبعا المباراه اللي حصل فيها مشاده كلاميه وطبعا الفاظ خارجه من عبد الله السعيد لهاني سعيد، مباراه بيراميدز والمقاولون العرب. والمباراه طبعا اللي بسببها قبل ما ينتهي الوقت كان عبد الله السعيد سايب المباراه وماشي. مش بس كده، دخل في مشاده كلاميه مع هاني سعيد، ومش بس يا ريت الموضوع يكون حصل، لا ده كمان في الفاظ خارجه حصلت بالفعل، وده مصدر اساسي من داخل نادي بيراميدز وضح الكلام ده، وقال ان في الفاظ خارجه خرجت من عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز لهاني السعيد مدير الكره. قال لك يعني المدير الرياضي في نادي بيراميدز قال لك ان هو في الفاظ خارجه، وبالتالي خلى هاني السعيد خلاص اتعصب. مش بس كده، ده كمان الراجل بقاله يومين بالظبط ما راحش التمرين بتاعه، وبالتالي هو ده اللي خلى فيه عقوبه تفرض عليه 250,000 جنيه. وكمان المصدر ده وضح وقال لو هو حضر قبل مباراه الزمالك التدريب المغلق للاعبي بيراميدز وكان موجود مع اللعيبه، الموضوع ممكن يمشي بشكل طبيعي واللاعب يشارك بشكل اساسي وطبيعي مع نادي بيراميدز في مباراه الزمالك. دي القصه باختصار بتاعت عبد الله السعيد وايضا هاني سعيد. انتقل معاكم لحاجه كده برضو في غايه الاهميه، وهو موضوع رحيل نجم النادي الاهلي. كلنا عارفين ان في لعيبه ما بتشاركش، ومن ضمن اللعيبه اللي ما شاركتش اساسا مع الفريق اطلاقا، حتى ما شافتش المستطيل الاخضر غير في التدريبات فقط لا غير، ويا عيني بيبذل قصارى جهده، ويا عيني ما بيشاركش لان هو لاعب مميز جدا وكان بيشارك مع سيراميكا كليوباترا، وهو مصطفى سعد ميسي. مصطفى سعد المصري كان او بلاي ميكر سيراميكا كليوباترا السابق، اللاعب المميز جدا، اللاعب اللي ليه تحركات جميله جدا وليه اسيستات جميله جدا كمان، وليه اهداف من خارج المباراه من خارج المنطقه تماما. مارسيل كولر مش مقتنع بيه الى حد كبير، يعني هو شايف ان هو لاعب مش مميز قوي، وبالتالي احنا اللاعب ده ممكن ما يكملش معايا، لاعب مش مميز قوي وبالتالي ممكن اللاعب ده ما يكملش معايا. وعلى فكره دي هتبقى مشكله، وهتكون مشكله كبيره جدا 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 للاعب، لان اللاعب نفسه يشارك. بصوا يا جماعه عشان نكون واقعيين اكتر مع بعضينا، اي لاعب في الدنيا
يتمنى انه يشارك بشكل اساسي مع اي فريق حتى ولو فريق بسيط شويه. يعني بص، اي لاعب في الدوري المصري تقول له اهلي وزمالك يضرب لك تعظيم سلام ويقول لك انا عايز اروح الاهلي او عايز اروح الزمالك، وده شيء ما فيش حد فينا يقدر يختلف فيه. لكن لو قلت له هتروح الزمالك وتقعد دكه هيقول لك لا، هتروح الاهلي وهتقعد دكه هيقول لك لا، طب تروح اي نادي تاني وتشارك بشكل اساسي هيقول لك اه. على طول كده بدون اي فصال وبدون اي جدال. هتقول له هتشارك بشكل اساسي هيقول لك اه. كلنا شفنا عمار حمدي ما كانش عايز يجي النادي الاهلي ايام ما كان معلن الاتحاد. ليه ما كانش عايز يجي النادي الاهلي؟ ما كانش عايز يجي لان هو بيشارك بشكل اساسي، كان مكسر الدنيا مع حسام حسن، كابتن حسام حسن، وكان مظبط كل حاجه، واللاعب بيجيب اهداف واللاعب بيعمل مهارات ويبتكر داخل المستطيل الاخضر. جه النادي الاهلي قعد دكه، مش عارف موسيماني مش مقتنع، مش عارف مين مش مقتنع، بدات ايه لحد ما دخل في اصابه والراجل ركن خالص. اذا يبقى المشاركه بشكل اساسي هي اللي هتفرضك على كل الانديه اللي موجوده، مش بس في مصر، ده كمان خارج مصر. اذا يبقى هو الراجل اصلا طالب بكده، يا جماعه عايز اشوف مصيري، لو انا مش هشارك بشكل اساسي اخرج على سبيل الاعاره، وبعد ما اخرج على سبيل الاعاره كده انا هشارك بشكل اساسي مع الفريق اللي انا هخرج معاه، لان انا عارف مستوياتي وامكانياتي. لان على فكره لاعب الاهلي، اللاعب اللي بيلعب في النادي الاهلي او في نادي الزمالك في اي نادي تاني بيلعب بيكسر الدنيا، بيكون نجم النجوم، لان هو طبعا حاله فذه في كره القدم. كونه يلعب في الاهلي او في الزمالك فهو حاله فذه. وبالتالي اللي عايز اقوله لك ان مصطفى سعد ميسي اقرب الى الخروج على سبيل الاعاره مع بدايه الانتقالات الشتويه المقبله، او في شهر يناير او شهر 1 اللي جاي. هيكون خارج النادي الاهلي، انا بقول لك بنسبه 80 85% الراجل ده هيكون خارج حسابات مارسيل كولر وخارج حسابات مسؤولو النادي الاهلي اطلاقا، لان مش هيكمل مع النادي الاهلي بالشكل ده، لان الراجل عايز يشارك بشكل اساسي وبالتالي هو مش بيشارك بشكل اساسي. ودي مشكله وازمه كبيره جدا 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 حاصله لمصطفى سعد ميسي، لان الراجل عايز يشارك. يعني حتى في مصدر قال لك ان الراجل بيبذل اقصى ما عنده داخل المستطيل الاخضر في اثناء التدريب علشان يثبت وجوده للمدير الفني، ولكن المدير الفني من الاخر كده مش شايف اللاعب. نيجي بقى سريعا كده لموضوع اسامه جلال وانتقاله للنادي الاهلي وانتقاله الى نادي الزمالك. سمعنا من بعض المصادر ان في مفاوضات جاده ورسميه من النادي الاهلي لاسامه جلال لاعب نادي بيراميدز. سمعنا ايضا نفس الكلام ده ان في مفاوضات جاده ورسميه من نادي الزمالك الى اسامه جلال لاعب نادي بيراميدز. طيب تاخد الخلاصه من اخوك، اقول لك يا سيدي لا يوجد اي مفاوضات على الاطلاق ما بين اسامه جلال والنادي الاهلي، او ما بين اسامه جلال ونادي الزمالك. يعني ولا الاهلي عايز ياخد اللاعب ولا الزمالك عايز ياخد اللاعب، وكل ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هو الا اشاعات فقط لا غير. وبالتالي هو ده اللي عمل الضجه الكبيره جدا. لكن اسامه جلال مكمل مع نادي بيراميدز، نادي بيراميدز بيقول لك ان الراجل ده مش للبيع، الراجل ده من اللعيبه المميزه اللي موجوده في الفريق، من اهم ركائز الفريق، وبالتالي احنا مش هنضحي فيه بسهوله للاهلي او للزمالك. وده كان قرار نادي بيراميدز. يعني اسامه جلال مكمل مع نادي بيراميدز، اسامه جلال مكمل مع نادي بيراميدز، واي حاجه بتتقال على السوشيال ميديا انساها تماما. ودي يعتبر ابرز واهم الاخبار اللي شغاله على مواقع التواصل الاجتماعي. رايكم في التعليقات، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس.